السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة يا حبايبي معانا فيديو جديد كده، بس قبل ما نبدأ اي حاجة متعودين مع بعض دايما بنصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي الروتين بتاع النهاردة هو احنا بنروق المنو. شايفين يا حبايبي جمال ابن الله يهديه كبب البصل ازاي اللي احنا كنا لسه معلقينه مع بعض. ادعوا لي يا حبايبي كده في الكومنتات ربنا يهديه ويهدولي يا رب كده ويجعلهولي من حفظ القرآن الكريم، ويهدولكوا أولادكم يا رب ويحفظهم لكم. شايفين اهوت يا حبايبي هلمه كله في البرنيكة ديت علشان خاطر أعينه من قدامه، علشان خاطر مبوظه خالص. تعالوا بقى نكنس المنور مع بعض ونرص الحاجات ديت الأول. كان فيه يا حبايبي هنا كده فيه شوية طوب، بدل ما ارميهم ولا كده ممكن نحتاج طوبة ولا حاجة، واحنا بنكون مربين فراخ ممكن تكوني تحتاجي طوبة ولا كده تحط عليها المية ولا كده السقايات. فاحنا ما احناش هنرميهم، هنلمهم كده في العدايات علشان خاطر الواد ما يبوظش فيهم كده جمال، وهنركنهم على جنب. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. مربط يا حبايبي كل حاجة ببعضها، شايفين زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. تعالوا بقى نعين الحل بتاع ديت كده في الدولاب. ديت يا حبايبي اللي انا كنت بفكها، دي الحبل بتاع البهيمة اللي احنا كنا دابحينها الضحية، يعني ايه لازم نحتفظ بيها وكده. تعالوا بقى ايه نفك الحاجات دي من بعضها كده ونعينها من قدامه علشان خاطر ما يبهدلش فيه. ربنا يهديه يا رب. وشايفين اهوت يا حبايبي بقى هناخد العداية ديت كده هلم فيها الطوب ده وهركنه على جنب، ونركن البصل ده كله برضو على جنب علشان خاطر نحافظ على الحاجة. دايما يا حبايبي حماية يقول المهمل يخرب قبل بيت الظالم. يعني انت لو انت مهملة بيتك هيخرب، فانت ليه ما تسيبيش نفسك كده وايه، قومي روقي حالك وقومي شوفي ايه اللي عايز يتعمل نعمله مع بعض. اهوت يا حبايبي اهوت بنكنس اهوت، وهنركن العداية ديت على جنب، وهنحط عليها البصل برضو ان احنا نحتفظ بيه علشان ما يبص. وهنكنس المنور. ومحمد اهوت مشرفني في كل فيديو كده، ما بعرفش اعمل منه حاجة. عيال عمه بقى مشينا ما بيلعبوش معاه، ربنا يخليهم يا رب لابوهم ولامهم. امهم تعبانة يا حبايبي حامل بقى، ربنا يقومها بالسلامة، بس قاعدة عند امها. ادعوا لها كده يا حبايبي ربنا يقومها بالسلامة وترجع يعني ايه على خير. ربنا يهدي لها حالها يا رب كده، ويسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين وينصرهم على من يعاديهم. ويا رب كده لو عندكم اولاد في السنة وربنا ينجحهم لكم، ما يحرمكوش منهم ويحقق لهم يا رب كده كل اللي بتمنوه. هنعمل بقى التراب كده اللي على الحيطان واللي على الباب بتاع المخزن دي يا حبايبي. انا كنت موريهولكوا الدولاب اللي ورا ده، دي اللي احنا بنحط فيه الهدوم الصيفي والهدوم الشتوي. بصوا دي يا حبايبي زي مخزن كده بنعين فيه اي حاجة احنا محناش عايزينها يعني ايه بيحتفظ بحاجتنا طبعا. هنكنس اهوت المنور مع بعض، وهنركن بقى الحاجات دي اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهو، علشان خاطر يبقى ايه المنور نضيف. لازما المنور دي يا حبايبي الطراوة، بصوا بيبقى فيه طراوة زي العسل. ربنا كده يسترها معانا ومع المسلمين اجمعين، ويوسع عليكم يا رب كده وما وسع بلدي، وربنا يسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين. هنكنس اهوت يا حبايب المنور مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. بحبكم في الله وبحب اشارككم معايا كده في كل حاجة، ربنا ما يحرمنيش منكم. شايفين اهوت يا حبايبي بقى، شايفين الزبالة اللي جمال ابني حاططها في المنور. ادعولي كده يا حبايبي في الكومنتات ربنا يهديه يا رب ويهدولي كده ويجعل لنا اولادكم واولادنا يا رب كده من حفظة القرآن الكريم. وهنخش بقى يا حبايبي على العشة علشان خاطر العشة برضو مبهدلة معانا ومعلقة فرش فيها يا حبايبي الحاجات كده اللي احنا بنستخدمها وبتاع الكنب. ربنا يهديه يا رب. هنلم ده كله يا حبايبي وهنكنسه مع بعض وهنرشه كده، ولا هيبقى زي ايه، بص هيرجع تاني نضيف، هيبقى احسن من الاول. اهو شايفين اهو حاطط فيه كل حاجة يا حبايبي اللي احنا بنستخدمها. ودايما اقول له يا حبيبي ما تبهدلش الحاجة، وما بيسمعش الكلام برضه، ربنا يهديه يا رب. اهو هنلم بقى ده كله مع بعض كده وهنكنس العشة علشان خاطر لو اي جبنة في اي وقت كده في طيور او كده تبقى نظيفة. وانا والله دايما بحب اخلي المنور دي يا حبايبي نضيف، لان الدنيا حر الايام دي، ودايما بنبقى فاتحين الباب بتاع المنور كده بيبقى مدخلنا طراوة في الشقة.
بس هو الله يهديه يعني، جمال ابني هو اللي دايما بيكركبه وكده، وانا يعني ايه، ما بحبش اضربه علشان خاطر ان هو عيل صغير وكده. شايفين اهو بعد ما كنست يا حبايبي العشه، هنجيب بقى حبة مية كده نرشهم، نرقد الترابة ديت. هو يا حبايبي تراب المنور دي ترابة مش متبلط يعني ولا كده، بس يعني ايه ما تكنسيه اول باول كده يتنيه معاك نضيف. نجيب حبة مية كده هما هنرش بهم المنور والعشة كده، ترقد الترابة ديت كده وتديكي معاه برضو طراوة كده، تبقى حلوة يعني. جبنا اهوت الجيركن وجبنا فيه حبة مية وهنرش اهوت مع بعض. شايفين اهوت المنظر كده، يا رب يعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. دايما يا حبايبي بحب اشارككم، انا عارفة ان انتوا بتعملوا كل حاجة احسن مني، بس انا بحب اشارككم دايما في قناتي كده، انتوا اللي بتنوروا لي قناتي، ربنا ما يحرمنيش منكم. ادينا اهوت يا حبايبي رشينا المنور اهوت، وبنرش العشة علشان خاطر ما يبقاش فيها تراب وكده. وبعد ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تحطوا اللايك يا حبايبي علشان تفعلوا القناة، انتوا عيلتي التانية، ربنا ما يحرمنيش منكم وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميلة. شايفين المنظر كده يا حبايبي بعد ما عملت؟ بالله عليكم ما استاهلش لايك ولا اشتراك منكم، لا انتوا تستاهلوا كل خير وربنا ما يحرمنيش منكم. شايفين المنظر اهو، ما خدش معانا وقت وقمنا نضفنا حالنا وعادي. ربنا يدينا الصحة كده، دايما ست تقول بيت الراجل زي الجامع، ربنا كده ما يحرمكوش من بعض. ودايما كده يا رب ما تفكريش ان تعبك اللي انت بتعمليه دي بيروح على الفاضي، لا، دايما يا حبيبتي بيبقى لك في الاخره بكفايه دعوه من حماكي وحماتك، ربنا ما يحرمكيش منهم. وتعالوا بقى نخش بقى نعمل مع بعض الاكل بقى ان شاء الله كده. انتوا عارفين النهارده الخميس، ودايما عندنا يوم الخميس كده يا حبايبي لازما هنا عندنا في بيت العيله لازما بيكونوا عايزين محشي. هنعمل بقى محشي النهارده بتنجان. انتوا كل يوم يا مهي كل مره يا ام حنين تعملي محشي بتنجان وفلفل وحاجات من ديت. يا حبايبي الدنيا حر والكرنب زي ما انتوا شايفين عارفين ان الدنيا حر كده ومبقاش كويس، وهم عندنا هنا بيحبوا البتنجان اكتر من الكرنب. هنعمل مع بعض محشي بتنجان وفلفل. ادينا اهو اتخرطت البصلايه ونزلت بالبهارات علشان خاطر يبقى يديك ريحه حلوه. هننزل بتوم برضو، لازم تطيب التوم يا حبيبتي علشان ما تتعبيش منه وكده. وزي ما انتوا عارفين ان انا بعمل معاكم على طول، وعارفين ان انا بعمل الطريقه ازاي، وعارفه ان انتوا بتعملوا الطريقه احسن مني، بس انا بحب اشارككم معايا لان انتوا حبايبي ربنا ما يحرمنيش منكم. اهوت هنقدمهم تقلبتين كده وهننزل عليهم بالصلصه. وتعالوا نغسل بقى البتنجان ده مع بعض. حطيت عليه حبه ملح كده وهنقعه شويه لحد ما يزرد الماء الوسخه اللي فيه دي، وبعدين هنرجع بقى نغسله تاني ونصفيه. شايفين يا حبايبي بغسل فيه ازاي اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. لازم انت تدعكيه كده مره واتنين علشان خاطر يبقى كويس معاك. تعالوا بقى نشوف الصلصه بعد ما السبيكه ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهننزل عليها بالخضره وهنغسل الرز كده وهننزل عليها بيه وهنقلبهم كده ببعض. دايما يا حبايبي انتوا تقولوا الخضره، في ناس ما بتحبش تغسل الخضره تقولك لا ده هي نظيفه وكده. والله يا حبايبي لو شفت الأمية اللي نازله من الخضره والله ربنا يسترها علينا يا رب. يا حبايبي الحصوات والحاجات دي بتيجي من كده، لازم أن تنضفي حاجتك. والله لازم أن بنقعها يا حبايبي كده بشويه خل، بتنزل أمية مش عايزه اقول لكم بتبقى الأمية تيم ازاي. تعالوا بقى يلا نحشي المحشي مع بعض اهو. غسلنا البتنجان وغسلنا الخضره، وحماتي ربنا يبارك لها يا رب وست كده قاعدين بره قالوا لي تعالوا اقعدي معانا. قعدنا بره في الصاله كده علشان ايه نحشي البتنجان. وده هو شكل المحشي بعد ما حشيناه ما شاء الله اهوت. هنقوم نزوده بقى. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديده. تعالوا بقى نزود المحشي مع بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين يا حبايبي المنظر؟ بالله عليكم ده ما يستاهلش لايك واشتراك؟ لا يستاهل لايك واشتراك يا حبايبي. وانا عارفه ان انتوا بتحبوا تشاركوني، ربنا ما يحرمنيش منكم. ادي كده يا حبايبي وقت عشان تعرفوا ان الفراخ استوت ما شاء الله. لما العظميه كده، لما الجلد كده المؤاخذه تسيب العظميه تبقى انت كده عرفت ايه ان الفراخ استوت اهو. شايفين المحشي وهو بيغلي ما شاء الله. تعالوا بقى اوريلكم بعد ما غرفت. شايفين المنظر؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. منظر وكان طعم مش قادره اوصف لكم الطعم كان عامل ازاي. كان طعمه زي العسل يا حبايبي، والله كان يستاهل بقكم. وربنا ما يحرمنيش منكم يا رب وما يحرمنيش من تعليقاتكم الجميله. شايفين يا حبايبي منظر الاكل ما شاء الله لا قوه الا بالله. كان منظر كده يبهر يعني. ربنا يديكم الصحه يا رب والعافيه ويسترها معاكم ومع المسلمين اجمعين، وينصر اهل فلسطين يا رب وينصرهم على من يعاديهم وينجح لكم اولادكم.
اللي في السنة، وربنا ينجحهم وينجح لهم كل ويحقق لهم كل اللي بيتمنوه يا رب، وما يضيعش تعبهم ده على يعني ايه، يجعل تعبهم ده بفايدة. ربنا يا رب يسترها معاهم ويعدلهم الأيام ديت على خير، وربنا يا رب يسترها معانا ومع المسلمين أجمعين. شايفين يا حبايب المنظرات ما شاء الله، يستاهل لايك منكم واشتراك. ولو وصلتوا معايا لحد هنا برضو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. ان شاء الله كده يا حبايبي، هستناكم في فيديو جديد، وهستنى تعليقاتكم الجميلة ديت. هشوف كده مين اللي علق لي ومين اللي معلق ليش، وانا عارفة ان انتوا كلكم بتحبوني. ربنا ما يحرمنيش منكم. مع السلامة يا حبايبي.